الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا. الله يخاطبك، المخاطب هو الله والمخاطب أنت. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إيش القول السديد يا أخواني؟ هو تعظيم الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وأقواله وأفعاله وأحكامه ومحابه ونواهيه، لأنه جل وعلا هو الخالق، وحقه أن يعظم دينه سبحانه وتعالى، أن يعظم شرعه جل وعلا. الآن الأسباب تعظم، فلان صاحب المجمع الفلاني، فلان بدري، فلان أحدي، فلان، هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، فلان أحدي. فكيف يعظم الله جل وعلا؟ لماذا؟ لأنه المعطي سبحانه وتعالى، هو خالقنا، هو مالكنا. الله ولي الذين آمنوا، ولي أمرنا جل وعلا، فلاحنا بيده، فوزنا بيده، عزتنا بيده. وأما بنعمة ربك فحدث. نعم، حدث عن نعمة الله جل وعلا. حدث يا صاحب القرآن، تجول بالقرآن، تحرك بالقرآن، بين للناس عن هذا النور، عن أعظم كتاب وحي الله جل وعلا. حدث عن هذه النعمة. يا صاحب العلم، تحرك بعلمك، تحدث عن عظمة الله، تحدث عن أوامر الله عز وجل، تحدث عن موعودات الله عز وجل، تحدث عن الجنة، تحدث عن النار، تحدث، فحدث. في عندك صحة، تحدث عن الصحة، كيف تنفقها، كيف تستثمر من أجل الله جل وعلا. تحدث عن آيات الله عز وجل، القولية، الفعلية، التكوينية. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. تحدث عن ذلك. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. لمين الثمرات هذه؟ إلو ولا إلنا؟ رزقا لكم. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار. سخر لكم، تكلم عن سخر لكم. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. تحصيها؟ والله لو تجيب آلات ما بتحصي النعم اللي جوا بطنك أنت مش عارف عنها. الآلات والماكينات اللي داخلك، البصر هذا، الكاميرات اللي بتشتغل ليل نهار، هذا السمع. تحدث. من الذي أوجدك؟
من الذي أنعم عليك بنعمة الخلق والإيجاد والإمداد؟ من الذي أنعم عليك بنعمة الهداية؟ أعظم نعمة الهداية، نعمة معرفة الله جل وعلا. وسخر لكم وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. ليش البشرى هذه؟ حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء. من الذي يحيا هذه الأرض؟ من الذي يمدك بالحياة؟ الله جل وعلا. يا أخواني، هالأمة الآن ينقصها هذا الكلام، تحدث عن نعمة الله عز وجل. ليش؟ حتى تحب الله جل وعلا، حتى يأتي عندك حقيقة فاعلم أنه لا إله إلا الله. الأمة يا أخواني بنقصها مش عدد وعدة، اللي بنقصها معرفة الله، معرفة الآمر حتى تقوم على الأوامر، معرفة الحاكم حتى تقوم على الأحكام. الآن في ناس مدرسين، وأنا بعرف كنت في المدرسة معلمين شريعة ما بيصلوا، لأنهم درسوا الشريعة ما درسوها عن اعتقاد. والله ما أزل عليكم، لأنه في لا إله إلا الله لكن مش موجودة حقيقتها هنا، حقيقة الكلمة. حقيقة من مات وهو يعلم، مش علم اللسان، علم القلوب، علم التمكين في القلوب. وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. طب كيف تأتي عندك دائما تتحدث عن لا إله إلا الله، عن مقتضيات لا إله إلا الله؟ كيف تأتي عندك حقيقة العبودية لله جل وعلا، حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين، حقيقة إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ما تستغيثون بغير الله، لا بملك ولا بملك ولا بولي ولا نبي. بمن تستغيث؟ تستغيثون بالله وحده جل وعلا. إذا استغثت به يغيثك، ولكن لا بد من الرصيد، وأعظم رصيد يا أخواني رصيد الدعوة إلى الله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى هو الذي اجتبى أمة محمد عليه الصلاة والسلام من أجل هذا المقصد. هذا يا أخواني أعظم شرف شرفت به أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أنه بانتقال نبيها عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى. الله ما بعث نبيا بعد محمد، بل الله جل وعلا سلم ولاية البشرية، قيادة البشرية لأمة محمد عليه الصلاة والسلام بالدعوة إلى الله جل وعلا. اصطفى الله، يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. الله اصطفى جبريل من الملائكة، اصطفى محمد من الرسل، اصطفى مكة من البلاد، اصطفى القرآن من الكتب، اصطفاك من الأمم. أنتم توفون 70 أمة، أنتم أكرمها وخيرها عند الله. ليش هذه الخيرية؟ مش خيرية جلوس يا أخواني، هذه الأمة لها الخيرية بالحركة بجهد الهداية، جهد القرآن، جهد السنة. أمة تتحرك والبركات تتنزل، أمة تدعو إلى الله عز وجل، تنفق عمرك، تنفق مالك، تنفق علمك، تنفق حكمتك، تنفق شبابك، تنفق صحتك، إنفاق كثير معك. ما معك علم انفق مال وتحرك للدين. قديش حتى تنفق تصير عالم؟ بتحفظ سورة الفاتحة؟ طب حبيبك محمد عليه الصلاة والسلام قال بلغوا عني كم ولو آية، ما تركت عذر. اخرج وتعلم وعلم، علم. إياك نعبد وإياك نستعين. يا ربي العهد والميثاق اللي بيننا وبينك يا ربي، ما نتوجه، ما نسأل، ما نركع، ما نسجد، ما نسجد، ما نطلب إلا منك.
لأنك أنت على كل شيء قدير. إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الآية يا أخواني في أعظم سورة في كتاب الله يقوم عليها هذا الكون كله. ما دام في إياك نعبد وإياك نستعين، ديمومة هذا الكون بك يا مسلم. ذاك اليوم قلنا الكافر الآن بوكل بمعيتك بوجودك. قال كيف يا شيخ يعني؟ قلت لأنه ما دام في ناس يقولون الله الله، في ناس موحدين، السماء تمطر والأرض تنبت. إذا ما في موحدين الله عز وجل يأمر بقيام الساعة. فأنت بتفكر حالك أنك هين أنت؟ والله مش هين أنت يا رجل. أنت مش هين. الشمس بتطلع من شانك، هذا النبات من شانك، المطر من شانك، القمر من شانك، كله من شانك. لأن الله عز وجل ما يأبه لهذا الكون إذا ما فيه موحدين. فكيف يا أحبابي يأتي عندنا هذا تعظيم الله جل وعلا؟ ليش؟ هو اجتبانا، هو اجتباكم، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، ملة الإنفاق، ملة التضحية، ملة الصبر. ملة أبيكم إبراهيم. هو سماكم المسلمين من قبل، الذي سمانا ونحن في بطون أمهاتنا بل في أظهر آبائنا هو الله جل وعلا. هو سماكم المسلمين من قبل. ليش؟ وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على مين؟ على الناس. كل الناس في العالم بينتظروا فيك يا صاحب القرآن، بينتظروا فيك. ليش؟ حتى تسوق لهم الرحمة. وبعدين الله إذا كان عندك في قلبك هذا، الله بيرفع البلاء عنك والعذاب. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. حق الله يجب أن يقوم، حق الله أن يعبد. وحق إيش؟ حق العباد الزكاة. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. بعدين إيش؟ واعتصموا بالله. ما في سلاح، ما في عدد، ما يعتصم في الشرق ولا بالغرب، نعتصم بالله. فاعتصموا بالله، هو مولاكم، هو ناصركم، فنعم المولى ونعم النصير. بيقدر يا جماعة؟ والله إن ربي على كل شيء قدير. الكون كله، السماوات والأراضين والملائكة والمجرات والكواكب، كلها في قبضة الله جل وعلا. كل الكون، هذا الكون كله، السماوات على أصبع والأراضين على أصبع، فكم هو جل وعلا؟ الثرى على أصبع، البحار على أصبع من أصابع الرحمن. ليش؟ حتى تثق به، حتى تؤمن به. فاعبده واصطبر لعبادته. أليس الله بكاف عبده؟ كافي ولا مش كافي يا شيخ نور؟ يكفي، والله يكفي. إذا الأمة رضخت وخضعت واستسلمت وانقادت له، فاعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. والله أجمل ما يكون أنه يا مسلم، وين جماعة مسجد سيدة خديجة؟ جماعة سيدة خديجة خارجين في أفريقيا بتجولوا بالقرآن، بتجولوا بالسنة. ولا إيش يا أخوان؟ شو قيمتك أنت؟ والله ولدت عند أمك وتنام تموت عند زوجتك؟ لا، أنت هذه أمة متحركة تنشر الهداية والنور في العالم. كنتم خير أمة أقعدت، مش هيك؟ أخرجت لمين؟ لأهل الأردن؟ للناس، جميع الناس في الكون الله خلقهم، وحقهم يتعرفوا على مين ربهم، مش عيسى ربهم ولا العزير ربهم. وقالت اليهود العزير ابن الله، قالت النصارى المسيح ابن الله. هذولا والله إنهم أقرب للدين من بعض المسلمين، وشوفناهم والله. بس تسمعوا كويس شوي عن مريم، بقول لك هذا الكلام أول مرة بسمعه. بتقول له إحنا بنحب عيسى، هذا شفناه في أفريقيا، إحنا بنحب عيسى لأنه عيسى، بقول لا يكتمل إيماننا إلا بحبنا لعيسى. يقول الله أكبر، هيك عندكم عيسى؟ قل نعم، عيسى أخو محمد عليه الصلاة والسلام. عيسى كان يدعو إلى الله كما يدعو محمد. عيسى كان يتجول في فلسطين، كان يتجول في فلسطين. واحد يقول لي يا شيخ أعطيني سورة هذه فيها مريم. قلت سورة مريم افتح عندك راح تقرأها. ثاني يوم بيجي يتكلم فانتاستيك، صار كلام غريب عليه، هذا ما سمع فيه من الأول.
والله يا أخواني في الوقفة والوقفة يسلم معك 7 و10. جينا على مسجد مرة في تنزانيا، الإمام هيك جبل تمز زي الشيخ إبراهيم كاتم مش عارف شو ماله، تجولنا الحمد لله، ويجي معنا حوالي 12 واحد أسلموا، جلسوا الحمد لله. بعدها إيش يوم شافوا له قال يا أخواني الحمد لله، الله جل وعلا أكرمنا، جماعة من العرب من الأردن من البلاد المقدسة جاءوا عندنا وأسلم على أيديهم حوالي 12 واحد. أول كان إيش؟ أول ما زرناه تكلمنا معه، والله شفنا يا أخواني شو اسمه هذا عدان البامية هالطول. بعد ما تكلمنا معه قال أرجعوا أرجعوا، لكن بعد أن حلت العقد. فيا إخواني هذه الأمة إيش؟ الله يريدها جل وعلا لمقصد عظيم، الله يريدها لأمر نفيس ليس أمر رخيص. مش معنى ذلك أنه يا ناس اتركوا التجارات ومصانعكم، لا. إحنا شفنا الناس في جنوب أفريقيا مرة، واحد في مسجد المقابرين الوحيدي عنده 14 شو اسمه محلات سيارات، شو يسموها؟ معارض سيارات 14، ودكاترة وسك العيادة واللي حاط فيها. نعم تجار. هذا مش مضحي؟ هذا المضحي، مش المضحي اللي عنده دار دكان فيها 200 ليرة مصاري. هذا اللي عنده مال وترك المال من أجل إيش؟ من أجل مقصد عظيم، وهو الدين وهو القرآن وهو التوحيد وهو الهداية، هداية الناس. أي نعم. فيا أخوان إذا ما تركنا اليوم إحنا، إذا ما خرجت اليوم راح تخرج. فكيف تخرج الآن وفي قلبك كيف أنا أكون من أتباع سيد البشر محمد عليه الصلاة والسلام؟ فاتبعوني يحببكم الله. فاتبعوني، من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأن محمد عليه الصلاة والسلام جاء من أجل أن يعبد الله سبحانه وتعالى، فأنت على طريقه. ما تقول أنا بصلي. أنت يا مسلم ماذا عملت؟ ما هي البصمة التي عملتها لدين الله حتى تنصر حتى يعز دين الله عز وجل، حتى الله يرفع البلاء، حتى يرفع البلاء. أنت إذا بدك زوجة بتظلك جالس تقول يا ربي بدي زوجة جميلة صالحة وعمرها وجمالها وكذا كذا. بدك مزرعة تقوم وانت جالس. بدك شهادة بتظلك جالس في البيت، يا رب بدي شهادة بكالوريوس بعدين ماجستير وبعدين يا ربي دكتوراه. تجيك هذه الأشياء. طب بدك جنة وبدك قرب من الله وبدك ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. بدك تحشر مع النبي عليه الصلاة والسلام، وما سرت على طريق النبي عليه الصلاة والسلام، وما دعوت إلى كتابه ولا إلى سنته وإلى توحيد الله عز وجل، ما دعوت. بس بدنا يا إخواني إحنا فكرنا وبقول لك يا أخوي يا شيخ وين الجهاد؟ أي جهاد يا إخواني؟ الآن الجهاد الأمة كيف ترجع إلى الله حتى تتوحد. هذا الكلام قلنا أمس. الذي يوحد الأمة وحد صفها وقوتها عودتها إلى كتاب الله، عودتها إلى سنة محمد عليه الصلاة والسلام. نعم الأمة تقوم على المقصد والوظيفة التي اختارها الله من أجلها. الله اختار الأمة له سبحانه وتعالى. ما يريد الأمة أن تنشغل بسفاسف الأمور، بل الله يريد أن تنشغل بمعالي الأمور، ومعالي الأمور هو الدين، هو الإسلام، هو القرآن. هذا النور الكل بحاجته. شفنا طوابير النساء في أوروبا وأمريكا ورجال اللي قاموا ينصروا أهل غزة. ما بيستحقوا من نروح ندعوهم نقول لهم هي الإسلام، هذا الإسلام دينكم، إحنا ربنا وربكم واحد، هذا القرآن إلنا ولكم، محمد إلنا ولكم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هذا إلكم يا أيها الناس، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، إيش كمان؟ وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم أسرهم. فالذين آمنوا به، آمنوا به وعزروه ونصروه، تنصر دينه وسنته وكتابه، ونصروه، اتبعوا
أولئك هم المفلحون. وما بدها فلاح، الله يبين الفلاح. سيروا على طريق نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام. قل يا أيها الناس، يا محمد قل للناس إني رسول الله إليكم جميعا. محمد لجميع البشر، فيش بعده رسل. محمد لجميع البشر، وإحنا آخر أمة، ما في بعدنا أمة، ما في رسول بعد محمد، ما في كتاب بعد القرآن. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله آية فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزل معه أولئك هم المهتدون. بالنور الذي أنزل معه تحرك بهذا النور. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. إيش يمسكون بالكتاب؟ بالأوامر اللي في الكتاب، هذه أوامر والنواهي تحركوا فيها. لأن يهدي الله بك رجل واحدا خير لك من حمر النعم. في رواية فيها ضعف: خير لك مما طلعت عليه الشمس. لأنه لو الدنيا كلها ملك إلك وجاءك أمر الله عز وجل، إيش بنفعك؟ واحد اهتدى على طريقك، ما كان يصلي ولا يزكي ولا عنده من الدين شيء، اهتدى والله جعله السبب هداية واهتدى به واحد آخر إلى يوم القيامة، كم في صحيفتك أنت؟ ولكن لو الدنيا كلها ملك إلك انتهت راحت، ملك مؤقت. الملك إلك الأعمال اللي عملتها، الأعمال اللي عملتها. أولئك هم المهتدون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. ما تقول أنا صالح أنا بصلي، قول كم من الأمة لا يصلون، كم منهم لا يزكون ولا يصومون. بتشوف بكرة رمضان روح على قويس، ما تروح الصبح عند الفنيين مواد الطعام ما شاء الله عنها وطلاب وفي الجامعات رمضان ما بيصلش عندهم. هذول عرب مش في جنوب أفريقيا ولا تقول لك في جنوب السودان، عرب. مش عرب بس، عرب في الأردن، والأردن باعتبار بلاد مقدسة الحمد لله. المسجد الأقصى ومن حوله. فلذلك يا أحبابي حماكم الله بارك الله فيكم، والله ما أجلسكم إلا حبكم لله، حبكم لدين الله عز وجل. يا أخواني الدين ما يقوم إلا بالجهد، وأي جهد؟ أي جهد؟ على طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم، النفس والمال. صفاتهم: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. بعدها وبشر المؤمنين. صار عند الأمة هذه الصفات، تأتي البشرات. تأتي البشرات. قامت الدين بيأتي البشرات. فلذلك من أجل هذا الأمر الجامعات بتخرج عندهم أزواج، عندهم ما شاء الله في ناس طلاب جامعات، في ناس معهم دكتور خارج عنده عيادة، لكن ترك العيادة لأنه فهم أنه في مقصد أعظم، مقصد الدين. الله يحميك بارك فيك. لأنه الأمة الآن يا أخواني مش منقصها الأموال والأسلحة. الأمة يا أخواني ترزق، أعظم طريق للرزق هو أعمال الدين والإيمان. فالأمة حركتها للدين الله يرزقها. والله ربنا يأتي أموال اليابان للأمة إذا قامت على الدين. والله أموال أمريكا إذا قامت الأمة على الدين ووصلنا لهم الدين، الله يجعل كل أموالهم في صحيفتك توزع. ما وزعت على الصحابة رضي الله عنهم؟ أحد الصحابة رضي الله عنه عندما توفي كان عليه دين، قال لي ابنه دير مالك على الدين. كانوا يوزعوا عليهم أراضي، بس قطعة عرضها للبيع دفعوا له فيها 1000 بسبب ايش هذه؟ تحركوا للدين. في ناس يقول لك يا شيخ الجهاد، نعم الصحابة ما كانوا هدفهم روح قتل الناس، مقصودهم عرض الدين حتى الناس يدخلوا في رحمة الله جل وعلا. فلذلك هذول ضيوفنا ما شاء الله أجوا عنا ومعهم هالشباب. هذول الشباب يا أخواني أولاد الأمة، هذول محمد وعلي
وشايفين انتم البيئات هذه التلفونات والمعارض اللي عندنا. إذا أولادنا ما أجوا يتربوا في بيت الله تحت أجنحة الملائكة وتحت عين الله جل وعلا، أين يتربوا في الجامعات؟ أي والله وأنا وياك الشيخ زهير يعني الختيارية اللي عمره 90 سنة لو نروح على الجامعات والله إذا ما درت بحالك تفتن. والشيخ مهند هاي بدرس القرآن ما شاء الله، والله إذا ما درت بحالك. والله مرة رحت أسجل ولد في الجامعة يا جماعة والله شعرت أنه العرق بنقط ومشي في ظهري. شفت المناظر في الجامعة. هذا مش في فرنسا، مش في فرنسا، هذا في بلاد العرب. إحنا باعتبار الأردن هذه تابعة لبلاد الحرمين، هذه كلها حي واحد جيراننا هذول. ليش يا أخواني؟ من أجل هذا الحركة الدين تنزل الهداية. أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. عزيز أي لا يغلب ولا يقهر جل وعلا. فروا شو رايكم؟ مستعدين لها الدين؟ مستعدين. كلها رافعة أصابعها ما شاء الله، كلها رافعة يا أخواني. مش مقصد الكلام بس، والله المقصد العمل يا أخواني. ما شاء الله كلكم نويتم من القلب من هون يا أخواني. الله يحميكم، الله يبارك فيكم، ما شاء الله. متى في تشكيل عندكم شيخنا؟ تشكيلكم متى؟ تشكيل؟ احنا نخرج عليكم؟